المنيا بتتميز ان هي ليها لغه غير اي لغه في الدنيا، لغه لوحدهم كده. يعني مثلا ما ينفعش تسال اي حد منياوي على اي حاجه يقول لك اه او لا، اكيد لا. يعني هم عندهم بقى اكسبريشن لوحدهم كده اسمه زي بعض، ما تفهمش اذا كانوا موافقين ولا رافضين، زي بعض. كلمات ليهم لوحدهم كده ملهاش مثيل. يعني مثلا استنى شويه، لا 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 ما ينفعش كده، يقولوا استنى شويه كده عادي زي الناس العاديين، لا اسمها استنى قطر. وزي ما انتم شايفين كده ورايا البحر، هم ما بيقولوش البحر، هم بيقولوا البحر. بطه، بحه، عصفوره، ريا قوي عصفوره دي. احنا هنا ما بنقولش عصفوره، احنا هنا بنقول دنزوره. يقولوا مثلا السنه اللي فاتت ريا قوي يا عبيله، احنا بنقول هنا عبنول. وامبارح عشيه. دلوقتي ايه دلوقتي دي؟ لا اسمها دلوقت. ابنك تضايقه تقول له اسكت كده، اسكت عادي كده وتفتكر هيسمع كلامك؟ لا، بس لما تيجي تقول له اركح يا واد فورا هيسكت. اتخض من الكلمه. ولو ما سكتش وما ركحش ازعطه، يعني اطرده. ماشيين امبارح، اقول لكم على موقف حلو قوي. واحنا ماشيين امبارح في المنيا، فلقينا واحده يعني ابنها مغلبها مطلع عينيها، فقالت له والله العظيم لا ارميك تحت العربيه. ده انا مصدع يا واد، مجرد ان هو الصداع هترميه تحت العربيه. تخيلوا لو كانت بطلت وجعها كانت عملت فيه ايه؟ من الصداع ده هتفرمه تحت العربيه.